مساء الخير، ازيكم؟ النهاردة هنعمل مع بعض العيش المصري او البلدي او المرحرح على حسب ما تسموه. هنعمله في البيت بخطوات بسيطة، هتحصلي على افضل نتيجة زي ما انت شايفة كده. هيطلع معاكي خفيف وطري وطعمه جميل وزي الجاهز واحلى كمان. ويا رب كده الفيديو ينال اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو شير ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك. ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير بتاعتنا مع بعض. اول حاجة هنحتاجها كمية المية اللي هنحتاجها تناسب كمية الدقيق اللي هنعجنه. طبعا انا حطيت كمية مية على حسب كمية الدقيق بتاعتي، ونزلت بحوالي معلقتين كبار من الخميرة البيرة، وكمان نزلت بمعلقتين سكر ومعلقة ملح، وقلبت المقادير دي كويس في بعض. وهنا هبتدي اعجن العجين بتاعي. نزلت بكمية الدقيق. طبعا الدقيق كل دقيق بيختلف عن التاني في احتياجه للمية. يعني انتي خلي المية قليلة واعجني فيهم كويس بشوية شوية علشان تحصلي على نتيجة حلوة. كل ما تعجني في العجين بتاعك فترة طويلة كل ما تحصلي على نتيجة اجمل واحلى للعيش بتاعك. زي ما انت شايفة كده انا بدأت اعجن العجين بتاعي بالشكل ده، واحط شوية شوية من المية لحد ما احصل على القوام المناسب للعيش بتاعي. طبعا العيش المرحرح طبعا ده بتبقى العجينة بتاعته طرية، مش بتبقى قاسية، علشان ترحيه بسهولة وعلشان كمان يديكي الشكل بتاع الجاهز بالظبط. هنا انا بختبر العيش بتاعي بشوف القوام بتاعه كويس معايا ولا لا، ولا محتاج كمان مية. طبعا كل شوية تشوفي العيش بتاعك لحد ما تحصلي على القوام المظبوط للعجين بتاعك. زي ما انت شايفة كده قطعت منه رغيف وكده لقيته محتاج كمان شوية مية. حطيت فنجان مية كده وبدأت أعجن بالشكل ده لحد ما حصلت على القوام اللي أنا محتاجاه. زي ما انت شايفة كده العجينة بتاعته بتبقى معاكي طرية زي ما قلتلك، مش بتبقى يابسة، علشان تحصلي على قوام مظبوط للعجين بتاعك، وعلشان تاخدي نفس شكل العيش بتاع الجاهز بالظبط. زي ما انت شايفة كده انا خلصت عجن، وده قوام العيش بتاع العجين بتاعي. انا كده هسيبه يختمر وهنبتدي نقطع العيش بتاعنا. هنا بدأت اقطع العيش بتاعي. انا قطعته بزيت، معلش المقطع ده اتحذف مني. انا بحط على ايدي زيت واقطع العيش بالزيت علشان يحمر معاكي بسرعة وما ينشفش معاكي ووشه يشقق منك. هيطلع معاكي جميل جدا. هتقطعي الكمية بتاعتك بالزيت بالشكل ده، وهنبتدي نفردها ون من غير رح. الناس اللي بتستصعب الرح طبعا انها عجينة طرية، يا دوب هتفرديها بايديكي بالشكل ده هتتفرد معاكي بكل سهولة على المطرحة. هتفرديها بالشكل ده. هنحط على المطرحة الاول نسبة ردة، وبعد كده نفرد العيش بتاعنا بالشكل ده، وبعد كده نبتدي نرصه. هيطلع معاك كله منتفخ، وكمان هيطلع لونه جميل زي الجاهز واحلى كمان. من غير رح، من غير تعب ولا مجهود. يا دوب هتفرديه بايديكي على المطرحة بالشكل ده، وهتبتدي ترصي العيش بتاعك بكل سهولة. زي ما انت شايفة كده معانا العيش بينتفخ. في ناس كتير بتستصعب الرح. زي ما انت شايفة كده العيش هيطلع معاكي كله جميل جدا وينتفخ معاكي ويطلع عالي وحلو جدا وطري في نفس الوقت. وبالنسبة اللي احنا قطعناه بالزيت، الزيت هيخلي العيش بتاعك
ما ينشفش معاكي ويشقق وشه حتى لو خدتي فترة طويلة من ما تخلصي العيش. كمان بيدي طراوة للرغيف بتاعك، وبيدي لمعة للرغيف، وكمان بيخلي الرغيف يحمر معاكي بسرعة جوه الفرن. زي ما انت شايفة كده انا هخلص جميع الكمية بتاعتي بالشكل ده، وهنشوف العيش بتاعنا بعد ما نخلصه سوا العيش. هنشوفه على طبق التقديم، وهنشوف قد ايه هو طري وجميل جدا وزي الجاهز واحلى كمان. زي ما انت شايفة جميع الكمية بتاعتي بعد ما خلصتها سوا. شايفة كل العيش بتاعي لون واحد، وكمان طري جدا جدا، خفيف وحلو خالص. وفي اقل وقت كنا عاملين احلى عيش مصري في البيت. طبعا العيش ده خير في البيت. قومي وتشطري كده واعملي احلى عيش في البيت من ايديك الحلوين بكل سهولة وبكل بساطة. وكمان احلى من الجاهز وانضف بكتير. ويا رب كده يكون الفيديو نال اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو شير ولايك للفيديو، تفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك. ومع السلامة.